بسم الله. واول حاجه احب ابدا بيها الصلاه على سيدنا محمد. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا يلا في القناه وفعلوا رمز الجرس عشان يوصلوك كل جديد. وما تنسوش التعليقات في الكومنتات. ايه يا حازم ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ده حقك يا فيروز. ده عقد الشقه اللي بابا كتبها باسمي. وكمان بكره هتيجي معايا البنك عشان اديكي كل الفلوس اللي بابا كان حاططها في حسابي. انت بتقول ايه يا حازم؟ استحاله طبعا. ده حقك وورثك من بابا. ازاي ياخده يعني؟ وبعدين هو احمد كلمك؟ حقي وورث ازاي يا فيروز؟ ما انت عرفتي الحقيقة وكلنا عرفناها، حتى جوزك. وده الصح يا فيروز. الحقيقة اللي انا عارفاها انك اخويا، وهتفضل طول عمرك اخويا. والصح اللي بابا عمله هو الوحيد اللي يعرف الصح من الغلط. اما عن احمد جوزي فهو حر، يا يختار يكمل معايا انا وولادي، لا اما خلاص. هو حر يشوف حياته بعيد عني. انا ما عنديش عمر تاني، ولا اب ولا ام يعوضوني عن اخ. انا فتحت عيني عليه. انت حبيبي وهتفضل طول عمرك اخويا. انت كل اهلي. هاي حازم، ايه بقى الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ كنت عايزك تيجي معايا فيروز عشان عايزه اروح اخطب رضوى. اخيرا. انا من كتر ما انت حكيت لي عليها نفسي اشوفها. انت عارفه يا فيروز، انا وهي بنحب بعض من زمان. بس لولا الظروف اللي احنا عدينا بيها كان زماني رحت وخطبتها من بدري. الف مبروك يا حبيبي. حدد الميعاد وانا جايه معاك ان شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في بيتي؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ ايه يا احمد مالك؟ تتكلم كده ليه؟ ايه اللي مين ده؟ حازم اخويا يعني، ايه المشكله؟ وانت ازاي يا هانم تدخلي حد غريب بيتي من غير ما تستأذنيني؟ حد غريب مين؟ انت مش سامعني ولا ايه؟ بقول لك حازم اخويا. بس ما تقوليش اخوكي، ده غريب عنك. يعني ايه يا احمد اللي انت بتقوله ده؟ اظن ان كلامي واضح. انت لازم تستأذن قبل ما تيجي، وانا كمان لازم اكون موجود. ما ينفعش تقعد مع مراتي لوحدكوا كده. فيروز دي اختي قبل ما تكون مراتك. ده كان زمان. وبعدين بقول لك ايه، كفايه اني ساكت بعد اللي حصل، وبعد ما انت خدت فلوسها كمان وسرقتها. وبعدين دي فلوسها وفلوس عيالها، ومن الاخر بقى الفلوس لا ترجع، لا اما بقى هوريك شغل العافيه ازاي. بس ولا كلمه زياده. اوعى تقول حاجه لاخويا. انا مش هسمح لك انك تكلمه ولا تهينه. مالكش دعوه بيه. وبعدين اي كلام في الموضوع ده خلاص انتهى. وبعدين الموضوع ده يخصني انا واخويا، وبابا الله يرحمه ادى كل واحد حقه. ومش هسمح انك تتكلم في الموضوع ده تاني. تصدق، انا لولا ان انا خايف على بيت اختي انه يتخرب كنت رديت عليك ووريتك مقامك. بقولك ايه، انا ماشيه يا فيروز. رايحه فين ومتشيكه كده يا ست هانم؟ ما قلت لك امبارح. رايحه مع حازم اخويا نخطب البنت اللي بيحبها. وانا ما ردتش عليكي ومعناها اني مش موافق. وبعدين بقولك ايه، مش كل شويه تقولي لي اخوك اخوكي. قلت لك طلع مش اخوكي وخلصنا بقى. بص يا احمد، انا مش كل شويه اتكلم في الموضوع ده. قلت لك حازم ده اخويا، وهيفضل طول عمره اخويا، وانا عمري ما هسيبه ابدا. انا مش هسكت على الموضوع ده. وبعدين من الاخر بقى، يا اما يجيب الفلوس لان ده حقك وحق عيالي، لا اما هطلقك وهروح افضحها عند العروسه الجديده. ايه ده؟ فيروز، في ايه وايه الشنط دي؟ انا دخلت الولاد جوه عشان نعرف نتكلم. في ايه؟ خلاص يا حازم، حياتنا انتهت. انا واحمد اتفقنا على الطلاق. ايه؟ طلاق؟ طبعا. كل ده بسببي انا. لا يا حازم، ما تشيلش نفسك ذنب مش ذنبك. وبعدين احمد ده بني ادم اناني وطماع، وانا مش مأمنه ان انا اعيش معاه. وبعدين من الاخر بقى يلا خش حضر نفسك وانا هغسل وشي عشان ننزل ونروح للعروسه. لا خلاص، نروح فين بقى؟ انا هكلم رضوى واقول لها نأجل الموضوع لغايه اما انت تهدي واطمن عليكي. لا يا حازم، اوعى تأجل الموضوع. وبعدين موضوع عن احمد ده انتهى خلاص، مالكش دعوه بيه. بس في حاجه مهمه عايزه اقولها لك الاول. قولي يا حبيبتي، خير في ايه؟ اصل الواطي اللي اسمه احمد ده هددني ان هو ممكن يروح لاهل خطيبتك ويقول لهم على كل حاجه. وانا خايفه عليك يا حبيبي. ما تخافيش يا فيروز. انا حكيت لرضوى على كل حاجه من الاول. انا مش هبدأ حياتي معاها على كدبه.
وبعدين هي حرة بقى تقول لأهلها، ولو ما وافقوش هم حرين. رضوى، انت عارفة اللي بيتقال على حازم؟ عارفة ايه يا بابا؟ مش فاهمة. انت عارفة ان هو لقيط ملوش اب وام؟ بابا، حازم انسان كويس وواضح، وبعدين هو اول ما عرف الحقيقة حكالي على كل حاجة، مخباش عليا، وبصراحة انا موافقة عليه. طب يا ريت تحكي لي بقى على كل حاجة تعرفيها وكل حاجة قالها لك. بس كده يا بابا؟ كل ده هو اللي حازم حكاهولي؟ ياه، ده جوز اخته ده اللي اسمه احمد طلع بني ادم وحش قوي. صدقني يا بابا، اما تقابل حازم واخته كمان فيروز هتحس ان هم ولاد اصول. رضوى حكت لي على كل حاجه يا حازم، وانا سالت عليكم واتاكدت ان انتوا ولاد اصول، وان انا بشتري راجل لبنتي يحبها ويصونها، ويا ريت تعتبروني زي ابوكوا انتوا الاتنين، وربنا ان شاء الله هيتمم بخير. وانا وعدك يا عمي ان هحط رضوى في عينيا، وطبعا انا وفيروز نتشرف ان انت تكون زي ابونا، وان شاء الله هحطها في عينيا، وربنا يخليك لينا. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.